في الوقت اللي كان فيه وداد عرفي بيدور على أي فرصة حقيقية عشان يخرج أول فيلم ليه في السينما المصرية، كان في نجمة تانية على المسرح بتدور على فرصة البطولة الأولى ليها في السينما عشان تحقق حلم حياتها إن هي طفلة. كانت عزيزة أمير اللي اكتشفها يوسف وهبي وخلاها نجمة مسرح، حتى إنه غير اسمها الحقيقي من مفيدة محمد لعزيزة أمير. ومن خلال أصدقاء مشتركين بينها وبين وداد عرفي حصل اللقاء بينهم، واللي قدر وداد عرفي فيه إنه يقنعها إنها تنتج لنفسها أول فيلم وهو اللي هيخرجه. وعشان الفكرة دخلت دماغ عزيزة أمير جدا وشافت في أفكار وداد عرفي مشروع كبير ومهم ممكن يحققوه سوا، قررت هي وجوزها أحمد الشريعي يفتحوا شركة إنتاج اسمها إيزيس فيلم. وحولت عزيزة أمير الدور الأول من فيلتها في شارع برجاس في جاردن سيتي لاستوديو سينما كامل عشان يكون أول استوديو سينما في القاهرة. وكان الفيلم في البداية اسمه نداء الله، وكتب قصته وداد عرفي. ولما جم يمضوا العقد مع بعض اتفاجئت عزيزة أمير إن وداد عرفي عنده شروط كتير جدا غريبة، أولها إنهم يخصصوا له غرفة في الدور الأول اللي معمول استوديو في بيت عزيزة أمير، وتاني حاجة إن أكله وسجايره طول مدة العمل عليهم وليه تلت أرباح الفيلم. وبالفعل عزيزة أمير وجوزها بيوافقوا وبيبدأوا التصوير، وكان التصوير في منطقة أهرام سقارة.